اهلا بيكم يا جماعه في الاسك، والاسك ده جديد ليه؟ عشان معانا ضيفه دائمه. اللي هو انا. ايوه يا حبيبتي، اخيرا ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده ان هي هتشوف الاسك سؤال سؤال، ايوه. فنخلي بالنا لو سمحت، عشان والله العظيم قاعده جنبي. ايه احسن حاجه وايه اوحش حاجه اكتشفتهم في الجواز لحد دلوقتي؟ والله احسن حاجه في الجواز المسؤوليه. مم. وايه اوحش حاجه؟ اوحش حاجه بالنسبه لك ايه؟ المسؤولية. المسؤولية صعبة جدا جدا، يعني فشايف ما قال لك ما ينفعش تاخد واحد شبهك بالظبط. يعني انا المسؤولية بالنسبة لي اوكي، بالنسبة لها مش اوكي. ايه اللي خلاك تاخد قرار الجواز فجأة مع انك كنت بتقول لا؟ اللي خلاني اخد قرار الجواز فجأة قاعدة جنبي. شكرا. حبيبي. اتعرفتوا ازاي؟ ده سؤال انا كنت منتظر والله، بس اجابته سهلة جدا جدا والله. انا شفتها اتجوزتها، خلصت. والله جد، دايما يقول لك القدر هتشوفه قدامك هتتنح، فانا شفتها تنحت اتجوزتها. يا رب تكون التتنيحة كانت حلوة. احلى تتنيحه في الدنيا والله. في انا لا. ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه وضعك دلوقتي، الجواز ولا العزوبيه؟ يا عم قسما بالله ده ما سؤال يتسال في العلن كده، ما ينفعش. هيسألوا ازاي يعني؟ يعني سأله قال ايه وضعك دلوقتي، الجواز ولا العزوبيه؟ طب انا هسألك انت السؤال ده، ايه وضعك في الجواز ولا العزوبيه؟ لا اكيد الجواز، بس ده طبعا الجواز يا عم اسلام، بحث. طبعا الجواز. بحث. لا لا ما فيش والله. اسلام ما تبعتش حاجه تاني. اكيد ورثه حلوه مع المدرب يا عم اسلام، ما تبعتش حاجه تاني، ما تبعتش حاجه تاني. ده نفس الاسم. هو اسلام والله فيها اسلام اكيد هتبقى حلوه يا ابني. هقول لك وحشه؟ ايه اهم مميزات الجواز من وجهه نظرك؟ والله انا وجهه نظري في حوار الجواز ده، لو انت متجوز حد متفاهم معاه الجواز كله هيبقى مميزات. لو ايوه شفت الكلام، الكلام طالع والله لا. مش سهل، انا مش سهل والله بجد. بس انت لو اتجوزت الشخص الغلط بقى، واللي هو مثلا انتوا في الخطوبه اصلا مش متفاهمين والدنيا بايظه وبتاع وكله مليان ريد فلاجز وتروح، هيبقى كل حاجه في الجواز مش مميزات. ولا ايه رايك بقى انت؟ من اهم مميزات الجواز دي؟ لا انت اتكلمت جد قوي. انا الجواز بالنسبة لي انت بتضحكني. اراجوز يعني؟ لا لا مش قصدي اراجوز. بهلوان. لا لا خلاص انا مش هجاوب خلاص. مش هتجاوب؟ اوكي خلاص يبقى شكرا. يا ترى الجواز طلع زي ما انت متخيل؟ يعني قول لنا الفرق بين الاكسبكتيشنز والرياليتي. هفاجئها بقى، اتفضلي. ايه ده انا؟ اتفضلي. لا الصراحة الاكسبكتيشنز زي الرياليتي. زي الرياليتي. انا بقى الاكسبكتيشنز عندي كانت، اصل انا راجل بحب الاكل والله. انا معده ماشيه في الشارع، فالمفروض ان انا طول حياتي اللي فاتت دي كلها لما عشت لوحدي باكل مكرونه وفراخ بس. الحمد لله يا رب، انا كنت بدعي ان ربنا يرزقني بست بيت، وربنا رزقني بست بيت بتعمل مكرونه وفراخ. يا دي النيله، مش عارف اقولها. مكرونه وفراخ بانيه عشان بس. تحفة، عشان تحفة، مش عارف تقولها من كتر الحلاوة. ايوه بس في حاجات تانية في المنيو ولا خلاص؟ على فكرة انا عملت لك مكرونة وفراخ وبطاطس. الانسان ما بياخدش كل حاجه. ايه الصفه او الطبع اللي اخدته من مراتك؟ اجاوب؟ فاجئني، عايزك تفاجئني. تتفاجئي؟ ماشي، هو جه على فجأة فعلا. ف بصوا يا جماعة، انا الناس بتسأل اسئلة نفسي اسألها بس ما بتجيش على بالي يعني. ليه؟ ما احنا هرياني اسئلة. احنا هنحور. جاوب لو سمحت. حاضر ماشي. انا كنت يا جماعة شخص لما يبقى عندي مشكلة صغيرة قد كده حياتي بتقف، بقعد افكر وبتاع واتركن جنب الحيط واسمع تامر عاشور وتبقى الدنيا بالنسبة لي ضنك. ايوه. فهي علمتني ان انا لا، اهدى كده، سيب الدنيا على ربنا، اعمل اللي عليك، ادي 100% بتاعتك ومالكش دعوه باي حاجه. انا كنت بقعد والله كنت بقعد كده اهو. 3 سنين تفكير. انت بقى اتعلمتي مني ايه بقى؟ ما هو السؤال مش هيبقى علينا بس. ايه ده؟ صح. نظام. انت محنتف، منظم جدا. اوفر قوي يعني. بس كده؟ دي صفه ممكن تعلميها من التلفزيون، من اليوتيوب، لا انت من ام خالد. انت محنتف اوفر قوي. يعني محنتف دي اهانه ولا اطراء؟ لا لا يعني يطرق. اطراء يعني مدح، حاجه كده حلوه. ايوه لا مدح مدح. مدح والله. انت مش انا يعني انا يا جماعه منظم جدا لدرجه ان أنا لازم حاجاتي كلها وكل حاجه في الشقه تبقى منظمه. ده أوفر. عيب؟
اوفر. لا مش عيب يا حبيبي خالص. مش انا لما بشرب كوبايه النسكافيه بقوم اغسلها واظبط الكلام؟ اشطر ولد. طيب تسقيف. شغل. متشوقة اعرف محتواك بعد الجواز هيبقى ايه بعد ما كنت سنجل كفران. اكيد متجوز كفران برضو. ايه متجوز كفران. يعني ايه متجوز كفران؟ كفران بقى من المصاريف اللي مش عارف ايه. مش دي المسؤوليه اللي كنت مبسوط بيها من شويه؟ مبسوط بيها جدا، بس يعني ما ليها برضو السايد افكتس بتاعتها. انت لحقت تكفر؟ خلاص يا جماعه عادي، هنشوف. هقدم طبخ. ايوه انا جعانه قوي. ماشي. نصيحة لأختك والنبي، ارتبط بواحد قصير ولا أفكس؟ خلينا نجيب الحوار بطريقة تانية. انتي لو أنا كنت قصير كنت هتعمل ايه؟ ما كنتش هفكس الصراحه. يعني هو الموضوع ملوش علاقه، يعني هي لو بتحبه اوكي، ما بتحبوش خلاص. ايه السؤال ده اصلا؟ هي لو بتحبه مش تسأل. طب ماشي، هل لو ترتبط بواحد أقصر منها؟ دي صعبه قوي. مش عارفه، يعني حسب حبها ليه. لو بتحبه قوي هتتجوزه. طب الأسري يبقى كام سنتي المساحة المتاحة؟ لا هو في ايه يعني؟ يعني مثلا لو انتي 170 وهو 160. لا كتير قوي. لا صعبه. صعبة، أيوة. يعني الحوار بيعمل مشاكل. لا مش هينفع. مش هينفع. انا عن نفسي لا، بس هي ما اعرفش براحتها. خلاص يبقى تاخديه وتطلع على اي ترزي. تمام. تقيسيه كده، ولو 10 سنتي لا. نصيحة لاخوك الصغير عشان فرحي يقرب. بص يا ابن الحلال، انتوا اتنين متفاهمين مع بعض والدنيا تمام، خلاص اتجوزتوا وكل حاجة. ما تخليش اي مشكلة تبيت معاك. يعني هيحصل فيه قفشات كده بتاع مش عارف ايه، اللي هو اعمل كذا ما تعمليش كذا وبتاع. انتوا اتنين بتطبقوا على بعض ماشي، فما تخليش اي مشكلة تنام معاكوا. ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي طبعا. خدها على قد عقلها. حاول على قد ما تقدر تاخدها، يعني كبر دماغك، خلي الدنيا سهله كده، ماشي الدنيا. ايوه، يعني في مشكله حصلت مش عارف ايه، يا عم خد الدنيا كده وبتاع وحركتين من ايه انتي ايه الحلقه مش عارف بس. لان لو مشكله صغيره لما هتبات هتبقى مشكله اكبر، هيبقى سوء التفاهم الصغير ده هيبقى مشكله كبيره، وانت اللي انتوا سبتني وبتاع مش عارف ايه والكلام ده. فسد ما فس مكسله كرفله عايزه حل. طب ايه نكرف له احنا؟ يعني فعلا دي عايزه حد يكرف له والله. يعني في وايه الكسل في ده؟ يعني انت في شخص انت مش طايقاه خالص، فاكسل ازاي اكرف؟ ده اسهل حاجه على الواتساب، اللي هو هلو باي من غير سلام زي. ايه رايك في الحياه الزوجيه؟ ممكن بقى تجاوب انت على الحوار؟ انا واسعه قوي، بس هقول كلمه واحده: مسؤوليه في اقل حاجات والله بجد. يعني مثلا انا امبارح تمام كنت نازل كزوج هاسبند ماتيريال مرعب، نازل اجيب حاجات من السوبر ماركت. صح حصل؟ ايوه. ومداني الليسته وقايله لي اجيب كذا كذا كذا. رحت جبت الحاجات وانا عارف ان انا ناسي حاجه، وانا خارج والله عارف ان انا ناسي حاجه ومتوتر جدا. يعني متوتر مش عارف ليه اصلا. يعني انا هرجع ما فيش يا جماعه ما اجيب مكرونه. ممكن اصلا اقول ما لقيتش، راجل ما بيبيعهاش، ما اخترعوهاش في بولندا اصلا، يعني عادي. واكتشفت ان انا نسيت الاكله الرئيسيه اللي احنا هناكلها، مكرونه. فمسؤوليه بنت لذينه. فغصب عني ايه، عشان انا راجل مسؤول وهسبن ماتيريال مرعب، نزلت رحت جبت مكرونه تاني وكنت خايف انساها تاني. يعني راح اجيب مكرونه بس كنت خايف انساها والله. معلش. اعرف منين انه ده بالذات نفسه الشخص الصح مش الخازوق المعتبر؟ فده انت هتجاوب عليه. اتنين عكس بعض قوي، يعني يا اما الشخص بالظبط او الخازوق المعتبر. مفيش يعني. هي واحده دلوقتي بنت حلال تمام ومتقدم لها عريس، تعرف منين اذا كان هو ده الشخص الصح اللي هيئنها؟ عارفين يعني هيئنها؟ لا انا مش عارف برضه، بس انا مش عارف قلتها ليه. المهم حاجه يعني ان هو هيبقى مهتم بيها يعني. ماشي هيئنيها. ايوه هيئنيها. ولا اللي هيبهدلها خالص؟ تشوفوا بني ادم مسؤول ولا لا، تختبره ازاي؟ يعني تحط نفسها في مشكله وتكلمه وتشوف هيعمل ايه. ده رأيها هي. ماشي. رأيي انا بقى اقسم بالله ما اعرف، والله العظيم 3 ما اعرف. هي كده، انت بتشوف حد الله كل الحاجات حلوه بتاع خلاص مشيت دوست. الخازوق ده
انا عمري ما حبيت حد حلو والموضوع ده شايله من دماغي، بس في واحده عايز اصارحها ومش عارف، بلس خايف اخسرها. باشا اروح اقول لها على طول، اللي هو باشا انا معجب بيكي على فكره وكذا، وعندي خطه. يعني انت حاطط في دماغك ان في خطه كده هتعملها، ان انت داخل صح، مش داخل ترتبط وبتاع عشان انت سنجل حلوف وقاعد لوحدك ومش عايز بقى ايه، عايز تبقى في بنوته في حياتك وخلاص. لا ما تعملش كده. لا انت ايه رايك لازم بقى؟ يظهر، لازم يظهر قدامها كده الاول، يبقى راجل جدع كده، يعني يبقى جدع، يعني يبان. وانت داخل عليها تجيب لك معاها مثلا ايه، 2 كريب، واحد لحمه وواحد فراخ. بقول لك جدع، ما بقولش. ما دي جدعانه اقسم بالله. خش على واحده ب2 كريب دلوقتي في الزمن ده يبقى صباح الجدعانه. لا لا مش كده. ده المفروض تتجوزوا في ثانيه. مش لازم لا. مالك الكريب؟ لا انا ما احبش يعني انت تدخل ما عليا بتحبش الكريب؟ يعني انت تدخل عليا بكريب فخلاص كده هسلم يعني تمام. دونا عن العالم كله اختارها هي وجاب لها 2 كريب. خلاص مش هات لها 2 شهور. بص يا معلم، حاول تعمل معاها مواقف حلوه. بص يا معلم، عشان نقفل الحدوته دي، حاول تعمل مواقف تبان قدامها انك جدع. مواقف حلوه، لان أنت فاهم. الرجوله مواقف. ما انت فاهم بس أهو. مش هتنازل على الكريب، اقسم بالله والله العظيم ما هتنازل عن الكريب. يعني الكريب ده موقف من المواقف اللي هو ماشيين الدنيا مش عارف ايه، طب قول لي كده عايزك على 2 كريب كده حلوين. والله خلص على طول. بس المواقف دي بقى هي اللي ايه هتثبت لها. بس في مواقف خلي بالك بقى ان في شعره ما بين المواقف اللي تحطك في الايه، في ان انت اخوها. ما هو دي صاحبه برضه. يعني ممكن يعمل موقف مثلا تقول ده الواد ده جدع واخويا خلاص مات. لا لو اخويا دي هو طول عمره هيبقى ميت، يعني هي حطاه في طب ايه اخويا. المواقف اللي تتعمل ما يبقاش اخوها؟ لا لو هي شايفاه اخوها انسى، وهو ينسى، وكلكم تنسوا خلاص. ايوه يعني هو يعمل ايه مواقف عشان هي ما تشوفوش اخوها، يجيب ماك. لا برضو. انا في الاكل حوار. مواقف يا معلم، دوس على المواقف الحلوه اللي تبينك ان انت واد اسر ياسين كده. أيوة. طيب ركزوا معايا، انا في واحد زميلي كان متقدم لي وكان بيحاول بصراحه يرضيني، والدنيا الى حد ما كانت لذيذه بس متوتره. يعني خناقات في البيت وقلق وبتاع، وانا كنت متلخبطه. المهم قفلت الموضوع وتقبله هو يعني كراجل محترم يعني، وكان ذوق للاخر. انا حاليا حاسه بالذنب وحاسه اني اتسرعت، فده مش انا اللي اجاوب عليه. هي حاسه انها اتسرعت، فواضح ان هي ايه حاسه بالذنب. خلاص ممكن تروح تتكلم مع الراجل، ذوقه محترم وتقبل الموضوع للاخر، والدنيا كانت زي الفل، وبيحاول يرضيها كان برضو. فلا هي تروح طب تتكلم. حتى لو المشاكل دي مثلا ما بينهم مشاكل ما بينهم هما الاتنين ومشاكل كبيره، يعني في لا هي ما قالتش كده، هي قالت الى حد ما الدنيا كانت لذيذه بس متوتره، فعادي يعني هنعدي الدنيا. خلاص. يعني لو الاهل هم اللي مشكله وبقى مشاكل بقى القايمه والفرش والحاجات دي وبتاع، جنبوا الكلام ده. بدل ما انتوا الاتنين متفاهمين، دي عمله نادره ان يبقى اتنين متفاهمين وقبل الجواز كده وبتاع، فكملوا مع بعض.